لو شكل جسمك اللي مش عاجبك بقى هو شغلك الشاغل ومحور تفكيرك، وطول الوقت بتبصي في المراية وتتخيلي ماذا لو البطن دي صغرت، ومتعذبة من صورتك في المراية، وفي نفس الوقت مش قادرة تبدأي دايت، لو أمومتك بقت عذاب، لو طول الوقت بتزعقي وترجعي تحسي بالذنب، بس في نفس الوقت مش قادرة تتعاملي بهدوء وبتقارني بينك وبين الأمهات الهادية ومفيش قدام عينيكي غير إنك أم فاشلة، لو حبيبك وعلاقتك بيه بقت محور الكون، والرسالة اللي مردش عليها في وقتها واللايك الزرقاء اللي كان لازم تبقى قلب أحمر بقت تتعمل حوار وتأثر على سلامك النفسي، أو لو إن البيت يبقى طول الوقت نظيف وبيبرق بقى أهم من صحتك وخشونة الركب، لو الكام طبق اللي في الحوض بيبقوا زي دبانة بتزن طول النهار جوه عقلك لحد ما تقومي تغسليهم وتخلصي من زنهم، يبقى الحدوتة مش وزنك ولا الأمومة ولا حبيبك ولا نظافة البيت. الحدوتة أعمق من كده بكتير. الموضوع إن في مصيدة حياتية بلعاكي أو بلعاك جواها. المصيدة دي بتخليك توجه طاقتك واهتمامك لمشتت كاذب عشان تغلوش على إزعاج أو توتر منبعه حاجة تانية خالص. طب إيه الفرق بين المصيدة دي وبين إن يكون حبيبي مش مناسب ليا فعلا، أو إني زايدة كام كيلو وده مضايقني؟ الفرق إن المصيدة الحياتية دي بتبقى ملحة جدا واكلة كل تفكيرك وبلعاك بالكامل لدرجة إنك مش شايف أي حاجة غيرها. لو هي مش مصيدة هتلاقي نفسك بتقدر تطنشها وقت ما تعوز، بتعرف تشوف حجم الكام كيلو الزيادة الحقيقيين وحجم الكام طبق اللي في الحوض زي ما هما، ويا بتشتغل عليهم بهدوء يا بتتعايش معاهم بسلام. لو هي مش مصيدة ما يبقاش التخن ساعتها بيأثر على هويتك، ولا الزعيق اللي زعقتيه لولادك بيأثر على صورتك قدام نفسك كأم. أي حاجة في الدنيا تاخد منك اهتمام أكتر من اللي تستحقه وحجم أكبر من حجمها، أي حاجة تتحول لهم أو مصدر عذاب وتوتر، يبقى غالباً مش هي الحدوتة الحقيقية، وتبقى إنذار كاذب إن في جوه روحك انزعاج كبير مصدره حاجة تانية خالص أقدم وأعمق.